من التعاطي ديال لمجموعه من الاعتبارات لا يتسع المقام لذكرها. وهادو الا مشاو تتعاطاو راه ما كيبداوش بالنفعه ويطلعوا لك هذا مباشره الصباح مباشره كنلعبوا العناسه غير كنطلعوا مباشره للكوكايين. مش عندنا الكوكايين في البلاد؟ عندنا الكوكايين. واش كيتعاطاو الناس كوكايين في البلاد؟ كيتعاطاو الناس كوكايين في البلاد. واش حتى المزاليط؟ لا المزاليط ما عندهمش واش كوكايين. المزاليط خلات لهم موبقه اخرى رخيص وكدير لي دماغه وكتقلبوا لي. وهنا يجب ان يطرح سؤال طرحه ونرجع. هذا الشيء ما تينبتش في الارض، يعني ما كنديروش في محبق وكنسقيو وكينوض ليا في الدار. هادشي كيتصايب وكيتشرى. منين كيجي هادشي؟ اللي عليه شي مسؤوليه في هادشي راه خصو يتحملها، والا في الموعد الله وما سهلاش ديك الساعه. ثم من بين العلامات التي تدل على ان الانسان اصبح يعني وصل لدرجه المرض في هذا الباب، يعني المراحل المتقدمه في الادمان، هو المحاولات المتكرره الفاشله للتوقف. حاول يقطع ويطيح، حاول يقطع ويطيح، حاول يقطع ويطيح، حاول يقطع ويطيح. وبعض المرات الشيطان تيبدا يلعب معاه. عرفتي داك النوع اللي كيقول لك لا انا راه ماشي مدمن، انا كنت نشوى، انا عارف راسي وقت ما بغيت نقطع. تقول له اقطع، ايوا وقت ما بغيتي تقطع بغي دابا. قلت لا دابا انا باقي ما بغيتش. كاع اللي يقول لك هكا قول لي حبيبي انا غير خوك بغيت لك الخير. قول لي انت شي ما بغيتيش، انت ما قادرش. حيت كون كنتي باغي كنتي غتبغي اليوم. بغي واحد الشهر، وريني واحد الشهر انك باغي. ورينا واحد الشهر انك باغي. دابا انت ترجليت هذه، ورينا ترجليت ديالك واحد الشهر ديال المكان. ومن بعد صافي لا راه سميتو ماشي دابا وبلاتي بنادم دابا كيتعصب شي شويه. اذا ما قادرش يا حبيبي ماشي ما باغيش. قولها لراسك. غادي نتكلموا على قضيه ديال التعافي، وان اول شرط فيه هو الاعتراف ان الانسان على حاله ادمان. ثم زياده التحمل للجرعات بشكل تدريجي. يعني مثلا كان من قبل، الله يعافي الجميع، نتمنى ما يكون حتى شي واحد في الحاضرين الا كان دوزه اللي غيوصلهم ربما التسجيل ان شاء الله تعالى، غالبا غيكون فيهم ناس دوزوها. كنفكروا في اول نطره ديال اول قهر. ما كندويش معاك على الجوان، كندوي معاك على اول نطره ديال اول قهر. داك القهر الاول اللي كميتيه راه والله ما قدرتي توقف من وراه. ضربتي جوج ثلاثه النظرات وانت تجلس. هادشي اللي ما كميتيش جالس اصلا، وكتبقى جالس شحال وشاد الدراري بالهضره وتجي وانت راه الركاب اللي وفوره ما كاينينش. هذا الكارو لان فيه واحد النسبه ديال المسكين. لكن ملي ضربتي الثاني والثالث صافي خلاص مشات ديك الدواخه الاولى. اللي مشات ديك الدواخه الاولى يعني ولات عند الانسان قدره على تحمل جرعات بشكل اكبر. ثم وانت غادي الانسان غادي تيطلع غادي وتيطلع. كاين اللي كيولي كيجيب الخمر للدار وهو تيعدلها، تيضيف لها مكونات باش تقدر تعطيه شويه من التاثير اللي كيدير في الناس العاديين اللي كان كيحس به هو شحال هذا. يعني الانسان راه بالغ درجه الادمان. ثم كاين عندنا مساله اخرى، يعني ظهور ما يسمى بالاعراض الانسحابيه. يعني الانسان اللي كيقول غادي نحبس الا جربتها جربها غير مع التليفون. يعني عندك شي يومين مثلا الهاتف ديالك ما تحتاجوش في العمل ولا شي حاجه اللي هي ضروريه ولا كذا، او كان غير التواصل مثلا مع الاسره. كاين الهاتف مثلا ديال الزوجه ديالك ولا الهاتف مثلا ديال خوك ممكن تتواصل معاه من خلال، والهاتف ديالك طفيه وخشي في الماريه واحد يومين. راه تلقى راسك عاد شنو كدير ديك كاين ميت كان
علاش؟ حيت لا فعلا لانه هو كان معمر عليك وقت، ملي حبستيه لقيتي بزاف ديال الوقت خاوي وانت ما ولفتيش داك الوقت خاوي، وانت عندك دوك القرصات انت بغيتي تفرز داك الدوبامين كتفرزو ملي كتسمع ديك سر 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 كتمشي كطل كتفرز كتمشي كطل كتفرز كتمشي كطل كتفرز، ما كتبقاش قادر تحمل شي شويه كتولي باغي تحمل اكثر، كتبدا تقلب على عباد الله اكثر، كتولي كتدخل لمجموعات اكثر، خاصك تشوف فيديوهات اكثر، اخبار اكثر، دخل خرج دخل خرج دخل خرج، واحد النهار كنت تجي نحبس. ملي كتبدا تحس بالخوا خاوي وديك كيمشي وكيجي وقلت ميدان وكتبغي عاد كتجبس كتهز التليفون كتقول انا نسيت راه قطا فيه، لا بلاتي شوف كتقدم لي ديك ها خصني نشري شي كارطاج. فهمتي؟ هذه اعراض انسحابيه، بمعنى داك الشيء راه كان عندك متغلغل، داوم على الصيام على هذا، زيد صوم شي شويه. طبعا بالنسبه نتكلموا قضيه ديال مقترحات الحلول باش بنادم عاوتاني ما يبقاش يلعب. راه وحدين قالوا لهم شوف صوم وخفض السكر، صوموا على حسابي، وماتوا عباد الله واللي تقبلت ليه معدم قرحه المعده وفينا هو على حسابه. ماشي عاد بنادم كيجي يقول لنا جوج كلمات حنا راه غادي سميتو، كاين الناس اهل الاختصاص، كاين اللي كيقول لك اودي لا سميتو الادمان خصك تقطع واحد المده، راه ليس كل الادمان يليق معه ان تنقطع عنه لاول مره. كاين بعض الادمان على الكحوليات في بعض الاحيان الانقطاع الكلي قد يتسبب في موت الرجل. علاش هنا كنحيل الناس على اهل الاختصاص، تمشي عند الناس المتخصصين، ماشيش عند اي واحد. ثم الاستمرار في التعاطي على الرغم من العلم بتفاقم المشاكل النفسيه والمشاكل الاجتماعيه والمشاكل الاقتصاديه. كيولي الانسان مثلا في الاول كان غادي بخير، خدمته الناس كيعرفوه غادي مزيان، تيخدم تيجي الروندمون ديالو هو هذاك، من بعد كيولي العمليه كيتعاطى المخدرات، كيتعاطى الكحول، كيتعاطى القمار، من كيولي عنده مشكل على مستوى الممارسه داخل العمل، انه كيبدا يتعصب، كيبدا يطلع عليه الدم، الكلام ما كيبقاش هو هذاك، انه ولا عنده الصهير، والصهير فيما يضر، ولا الصباح كيأثر ليه على الروندمون ديالو ديال الخدمه، ولا تيتغاوت مع عباد الله، كيولي حق لا خذ لك كونجي واحد 3 ايام، ديك 3 ايام كيمشي ماشي يتعافى فيها، كيمشي يزيد مصيبه على مصيبه، كيولي غير كيدور وكيتسلف لانه ولا عنده واحد القادوس تيبلع عليه الفلوس، تيتسلف تيتغاوت مع الناس، تيرد حتى لواحد النهار كيولي السلام عليكم وعليكم السلام، صافي صبرنا معاكم بزاف اكثر من القياس، الله يجعل شي بركه، دابا بقى عندنا فين يزيد. يطرد من عمله، يطرد من عمله هذيك السيده شحال قدامها تصبر عليها. علاش؟ لان هي راه مسكينه هازه الحر والمرار وكتقول نصبر مع ما يدبر على خدمه، اما ما كانتش خدامه ورجعت خرجت هي تخدم، اما كانت هي خدامه خارج البيت كتولي النفقه مقسومه عندها، وفي حين انه هو اللي مجبر بالانفاق ماشي هي، لكن لا اشكال كتقول راجلي وانا محسوب عليه هو محسوب عليا، لكن كنشوف هي ملي كتعطيه نعاود يمشي يقلب به على خدمه كيمشي يشري به ولا كيتعاطى به هذاك الشهور، شحال جهدها ما تصبر. كيولي الضرر توقع على الوليدات. كتوصل واحد الوقيته كتقول لي الفكاك المحكمه تيتفارقوا، ها هو تفرت لا زال يتعاطى، هذا راه فتنا المرحله المرضيه ديال الادمان، وصلنا لشي حاجه اخرى. يعني التعاطي والاستمرار في التعاطي مع العلم بوقوع المشاكل النفسيه والمشاكل الاجتماعيه والمشاكل الاقتصاديه. طبعا التخلي عن الانشطه الاجتماعيه، الانشطه المهنيه، كان كيحضر مع الاخوت للدرس، كان كيمشي معاهم للجمعيات، كيدير معاهم خرجات، داكشي طبعا يتقلص، انه كيولي الانسان يبحث عن نوع سعاده وتناغم خارج الاطار الاجتماعي العادي، لانه هذاك الاطار الاجتماعي العادي ما بقاش كيعطيه ديك السعاده اللي كيحس بها، فولا كيسد على راسه. علاش حتى الوليدات مساكن الشباب والشابات اللي كيتعاطاو بعض المخدرات القويه كتلقاهم غالبا ملي كيوقفوا يصوروهم ولا يسولوهم ولا حاجه فين كيكونوا؟ ما كيكونوش في البيوت، وما تيكونوش مثلا في شي بلاصه مثلا في شي بحر او لا مثلا في شي منظر طبيعي، غتلقى غالبا ماشي في شي خربه ولا ماشي في شي دار مردومه او لا تحت شي حيط او لا تحت شي قنطره دايزه من فوق شي سكه ديال الماشينه ما كيدوز لها حتى شي واحد. العزله التامه كيبقى غادي وتيسد، لان اي نوع من انواع الاطر الاجتماعيه اللي كيجتمعوا فيها الناس هو بالنسبه ليه لا تشكل له فارقا، الفارق كاين عنده في هذا الادمان الذي يتعاطى. طبعا وتصل المساله لقضيه التعاطي للتصرفات غير الاخلاقيه والتصرفات الاجراميه. كيفاش كنبداو نسمعوا فهمتي راه فلان تيضرب، فلان ولا داير سيف، فلان ولا تيقتل، فلان ولا هز موطور وتيشفر، قتل مو لانه ما بغاش يعطيه الفلوس باش يهبط يقمر الى غير ذلك. قضيه القمار كانت شي شويه سهله شحال هذه، لان كان واحد النوع معين ديال القمار
يتعاطاه نوع معين من الناس. كاين تعيط على السلطه شي حاجه، كاين واحد نوع معين ديال الناس، ثم كاين واحد الكاتيجوري معينه ديال الناس اللي عندهم المال الكثير هما اللي كيمشيو لنوعيه اخرى ديال القمار، هادشي ديال الكازينو. الكازينو ما غاديش تدخل وانت غتميزي 100 درهم، 100 درهم ما كتعطاش حتى بوربوار في الكازينو. قول له هذه حتى هي عارفه، عمرني ما دخلت الكازينو، ماشي بالضروري ندير راسي تحت كابيو باش نعرف راه داز لك على راسك راه غيفرقعوا لك. كم ساعه كتصيغ الخبار وصح عطيني 9 ساعات راه خلاها الدعدوش الله يرضي عليه، وليتي كتكتب منشور خصك هامش توضيح الواضحات. سنقولوا الهضره ونقولوا الهضره راه ما كنقصدوش بها هذه، راه كنقصدوا بها هذه، وملي قلت كلام راه ما قصدتش بها فلان، راه قصدت بها فلان. لو خوتك حاضر لك الشيطان الله يجيب العفو من عنده، شي كاع كلشي مضروب. المهم شحال ساعه كده الله يفتح عليك صافي، باش ان شاء الله تعالى باقي لنا واحد ما بين 15 دقائق نختم ونصافي. ربما الزعوم ربما كاين اللي باقي ما صلاش العصر باش يبقى لي وقت ان شاء الله تعالى. طيب كاين عندنا تداعيات لهذا الادمان. عندنا تداعيات على المستوى الاسري، ازدياد ديال حالات العنف داخل الاسره، هذا لا يخفى عليكم، بالاضافه الى التفكك الاسري. اللي كنقولوا العنف راه ماشي بالضروره انه تيكون عنف لفظي ولا تيكون عنف مثلا جسدي بالضبط، راه الخرس الزوجي والصمت المطبق وانقطاع التواصل، هذا راه نوع من انواع العنف. راه داكشي علاش الله عز وجل من باب تأديب الرجل لزوجته، طبعا الرجل الحر والمرأة الحرة العفيفة، قال لك واهجروهن في المضاجع. هذاك الهجر راه له وقع قوي جدا على قلب المرأة الحرة، ولا يبلغه الرجل الحر إلا إذا دعته الضرورة التي تحدث عنها القرآن الكريم. علاش؟ لأن راه شديد، الهجر شديد بين المتحابين، الهجر شديد أساس. إذا ملي كنتكلموا عن العنف داخل الأسرة راه ماشي العنف الجسدي بالضرورة أو العنف اللفظي بالسب والشتم، راه قد يكون العنف بانقطاع التواصل، هذا أيضا نوع من أنواع العنف. المشاكل في مجال العمل كيولي الغياب المتكرر، والله العظيم إلا عرفناه، إلا كانوا أساتذة أطر ويدرسون وملي تعاطاو لهذا الشيء ديال المخدرات ودخلوا به لواحد المرحله ديال الادمان، والذي لا رب سواه، الا ولاو تيضربوا الميكا. تخيل انت استاذ وقد قامه وثقافه ومستوى جامعي ولا حتى هو داير مونطو وبيت في الزنقه وشاد الميكا، ما تتخيلهاش والله العظيم الا عشنا معاه. نقول هذا الشيء ما لا يقل على واحد 22 سنه، ومن بعد اخذ الله عز وجل بايديهم وربي سيدي ربي، طبعا بعد ما هذا كان في الوظيفه العموميه وطرد وفصل من الوظيفه العموميه، ومن بعد رد به الله عز وجل بشويه بشويه، ودابا الحمد لله راه يشتغل بفضل الله سبحانه وتعالى وحافظ على اموره في القطاع الخاص. فملي تسمع ان راه الادمان قد يتسبب في قضيه طرد من العمل، فصل من العمل، لا تستغرب هذا. الناس راه كتوصل لشي مصر، نحمد الله على العافيه ونسولوا على خونا. المشاكل مثلا على المستوى القانوني، مثلا كثرة حوادث السير، واحد غادي صيد وهز معاه 70 بلاصه وعنده الطريق فيها تقريبا شي ساعه ونص ديال المكان، يعني ساعه ونص ما تقدرش توقف انت ساعه ونص في هذيك الطريق، غادي حاط يديه على المقود الفولون وتيبرم فوق الفولون باش يكمل، ما يقدرش، ادمان. غير باش نقول لك، ملي تسمع مثلا راه شي مره كار تقلب هكا ولا هكا، بعض المرات كتكون الحاله التقنيه ديال الكار، بعض المرات الحاله المتدهوره ديال الطريق، وبعض المرات الحاله ديال الادمان، اما السكران اما الحشيش اما طبعا المعدل ديال الجريمه العنف وكذا ديال كلها امور كاين عندنا اضرار تنتج على المستوى الاقتصادي ايضا، وهذا مما قل من ينتبه لهذا. طيب ملي كنتكلموا على الادمان كنتكلموا على الجريمه مباشره، سواء ادمان على الكحول على القمار على المخدرات على الاباحيه، كنتكلموا على الادمان كنتكلموا على الجريمه، لان بعض المرات حتى الادمان على الاباحيه
كتخلي الانسان كيولي باغي يدير ممارسات شاذه كما ذكرت لكم، قد تصل الى العنف، تصل فيها الى القتل. هذا باغي عندنا مصدق داخل الحبس. علاش؟ لانه خرج عن الاطار الذي سطر حقه سبحانه وتعالى. هو بغى شي حاجه ما كايناش في الطبيعه اللي خلق الله، يتوهم داكشي اللي في المسلسلات في الافلام خذها من عندي، وهم في وهم. اما الانتاج السينماتوغرافي الاباحي هذا لا علاقه له بواقع الحيوانات فضلا عن واقع الناس. هذاك الشيء راه ما كاين حتى شي بلاصه.